ابن هبيرة كان طالب علم، قال كنت أعمل إلى الظهر فأقسم أجري 3، ثلث أرسله لأبي، وثلث أستأجر به دكاني، وثلث أنفق به على طلبي للعلم. قال فانقطع عملي، فجاءني صاحب الدكان فتهددني، قال أمامك 3 أيام إن لم تأتني بأجرة دكاني فأنا لم أجعله وقفا ولكنه مالي، فإن لم تأتني بأجرة دكاني أتيت بك إلى الكتاب وحبستك حتى تأتيني. قال فجاء اليوم الأول فذهبت إلى الديوان، ديوان الكتاب والخليفة، لأكتب لهم، فقالوا لا يحتاجون كاتبا، فبحثت عن عمل فلم أجد عملا، فلما كان اليوم الثالث خرجت أهيم على وجهي، هايم هارب من صاحب الإيجار. قال فأتيت إلى بيت في نواحي بغداد مهجور، فدهفت بابه فإذا هو مفتوح، فدخلت فإذا شيخ مقعد، فنظر إلي فقال والله ما جاء بك إلي إلا الله. قال فإذا هو ينازع، فقال يا ولدي إني أموت وإني أشتهي أن آكل عنبا، فإن استطعت أن تأتيني بعنبا فأتي. قال فقلت له لن تموت بإذن الله حتى أتيك بالعنب، فخرجت أهيم على وجهي فأتيت إلى الفكهاني الذي يبيع الفاكهة خضروات. قال فقلت له ائتني بعنب، فلم أجد مالا فرهنت له ثوبي، نزع الثوب مقابل العنب. قال وأتيت أحث الخطى حتى أجده قبل أن يموت، فوجدته على آخر رمق فأكل العنب، ثم قال أي بني والله ما أتى بك الله إلي إلا لحاجة، فاحفر في هذا الزاوية من البيت. قال فحفرت في زاوية البيت فأخرجت جرة ممتلئة ذهبا، فقال أي بني هذه لك، إن مت فهي لك، وقبل أن أعطيها لك لابد أن تسمع قصتها. قال ما قصتها أيها الشيخ؟ قال لقد كنت أعمل مع أخي في تجارة من السند إلى الهند، وكنا نمر ببغداد، وكان بين بغداد وما حولها قطاع طرق، فقلت لأخي نجعل مالنا في هذا الموضع ونقطع الطريق ببضاعتنا، فإن أخذ اللصوص لا يأخذون جميع مالنا. قال فوافقني، فدفناه بهذا الموضع ثم ذهبت، فبينما نحن في الطريق إذ عدا علينا اللصوص. قال فوالله ما استفقت إلا وأنا مغشي علي مدني، وأما أخي فلا أعلم له خبرا ولم أره بين القتلى، ما هو موجود. قال فرجعت إلى مكاني هذا فاشتريت هذه البقعة وبنيت هذا البيت، وأنا إلى يومي هذا لم آخذ من المال شيء أبحث عن أخي ولم أجده، فإذا مت يا بني فهو لك، وكفني واقبرني. قال فأتيت، فلما مات غسلته وكفنته وأتيت برجال فحملوه معي فدفنته، فلما انتهيت من دفني أخذت جرة المال، فقلت الآن لقد صرت من أهل الثراء، أصبح له مال، فقلت أقطع لجة دجلة وهو نهر الفرات وآتي إلى طرفه الآخر، فأتيت إلى مراكب فرضيت إلى مركبة فركبت مع أحدهم، فبينما أنا في الطريق رأيت شيخا كبيرا عليه علامة الضعف والخور، فقلت ما لك؟ فقال والله ما كنت فقيرا ولا أعمل بالمراكب، ولقد كنت تاجرا عظيما وعندي مالا كبيرا، وكان لي أخ قدرني لا بارك الله فيه، وفعل بي فعل الله به وفعل، فغدرني واتفق مع اللصوص على قتلي، فلما كنا ببعض المكان هجم علينا اللصوص وهم أصحاب أخي، تآمر معهم علي ليأخذ مالي، فهربت منهم، وما زلت إلى اليوم أعمل لا أجد شيئا، وقد كانت تجارتنا في السند والهند، وكانت لنا جرة عظيمة من الذهب. قال
فقلت له يا هذا لا تدعو على أخيك. قال فقالت لي نفسي اسكت، أنت الآن غني، تعود إلى الفقر، تعود إلى الجوع والمجاعة ويلاحقك صاحب الدكان، اسكت. قال فأخذت لي ساعة، يعني فترة وهو جالس ثم قلت لا والله لا أفعل، فذكرت له القصة. ثم قالت لي نفسي خذ النصف، نصيب أخوه، واعطه النصف. قال فقلت لا والله لا أفعل، فصببت الجرة كلها في حجره وأعطيته كل المال. فقال لي خذ منها يسيرا. قال فقلت لا فوالله ما أعطاني شيء. قال فرجعت فقيرا معدما كما كنت. ففي الرواية أنه قال له ردني إلى مكاني، يعني لا تقطع فيني ضفة النهر، ردني إلى مكاني. قال فردني إلى مكاني، فرجعت إلى حيث دكاني، فإذا بمناد ينادي أين ابن هبيرة؟ قال فقلت الآن يأخذني صاحب الدكان إلى السجان يحبسوني. فقلت ما شأنك؟ ماذا تريد من ابن هبيرة؟ قال لقد جاء إلى الديوان يبحث عن عمل، وقد مات كاتبنا اليوم، ونحن بحاجة إلى كاتب يكتب لنا. فقلت أنا ابن هبيرة، فذهب. قال فأعطوني إيجار شهر مقدما، فذهبت فسددت ما علي لدكاني. قال فها أنا اليوم أحكي لكم هذه القصة وأنا وزير أمير المؤمنين وقاضي قضاة بغداد. شوفوا أيش أبدلها الله، أصبح بعد ذلك قاضي القضاة ووزير الدولة. فيرفع الله من يشاء وينفع الله من يشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، ومن يتوكل على الله. وإن شاء الله سيكون لنا في رمضان كل يوم قصة مختارة، قصة صحيحة وسيرة صحيحة كل يوم إن شاء الله بإذن الله. بقي أن نحدد الدرس متى، هذا إن شاء الله في وقته إذا أحيانا الله إلى رمضان وكنا من أهل الحياة، فإن شاء الله بإذن الله تعالى يقدر الله